يعني ايه لو ان لنا كرة؟ ايه هي الكرة؟ تعالوا نسمع الآية الأول. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يوم القيامة كبراء ورؤوس الضلال هيتبرأوا من أتباعهم اللي تبعوهم في الدنيا على الشرك وعلى معصية الله لما يشوفوا العذاب يوم القيامة. فالتانيين لما يشوفوا كده ويشوفوا ان دول بيتبرأوا منهم يقولوا لو أن لنا كرة. كرة يعني رجعة، يعني لو أن لنا رجعة للدنيا كنا نتبرأ منهم زي ما تبرأوا مننا دلوقتي وما كناش نطيعهم أبدا في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ربنا سبحانه وتعالى زي ما هيوريهم العذاب يوم القيامة اللي هيبقوا فيه، هيوريهم كمان أعمالهم الخبيثة اللي عملوها في الدنيا واللي استحقوا بيها العذاب ده، عشان يتحسروا ويندموا أكتر إنهم عصوا ربنا سبحانه وتعالى. والحسرة هي أشد درجات الندم. وذكر إن من الحسرات إن ربنا سبحانه وتعالى هيوريهم أماكنهم في الجنة. كل واحد فيهم هيشوف نعيمه في الجنة ومكانه وأملاكه فيها، ويقال له هذا كان مقامك في الجنة لو كنت أطعت الله. كلمني بقى عن الحسرة وقتها. وما هم بخارجين من النار، يعني خالدين فيها مش هيخرجوا منها أبدا. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وبس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها، واشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصل لك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.